كل مرة جوزها كان بيخونها كانت بتعلم دايرة على النتيجة، وبعد ما بقوا 99 دايرة قررت تسيبه نهائي. مضت على ورق الطلاق، شالت خاتم الجواز اللي لبسته 7 سنين ومشيت من البيت من غير ما تبص وراها. في اللحظة دي كان الراجل وبنته بيحتفلوا بعيد ميلاد حبيبته الأولى، ولما رجعوا لقوا الست مشيت وسابت ورقة الطلاق. من 10 سنوات كانت عرضت وهو أنقذها. حبته من ساعتها بس كانت حاسة إنها مش قده. بعدين هي حملت فقرر يجوزها علشان يتحمل مسؤوليته، لكنه فضل فاكر إنها كانت خطة منها وعمره ما حبها. حتى سابها وسافر ببنته علشان يدور على حبيبته الأولى. في يوم عيد ميلادها سافرت له من غير ما تقول، على أمل يحتفلوا كعيلة. شافت بنتها بتعمل هدية وافتكرت إنها ليها، لكن البنت قالت إنها الحبيبة بابا. قلبها اتكسر وأكلت لوحدها، وبالصدفة لقيتهم في نفس المطعم بيحتفلوا بعيد ميلاد الحبيبة. ساعتها عرفت قد إيه هي ملهاش أي قيمة عندهم. سابت الخاتم وورق الطلاق وسافرت ترجع تعيش لنفسها. الراجل والبنت اتفاجئوا إنها اختفت، والشغالة سلمت له الورق وقالت له إنها رجعت بلدها، والبنت كانت فرحانة إنها هتقضي وقت أكتر مع حبيبة بابا. جاله تليفون من الحبيبة فرمى الورق ومشي من غير كلمة. الست رجعت بيتها القديم وهي بتلم حاجتها اكتشفت إنها كانت مدية كل حاجة للعيلة دي، لكن مفيش حاجة فعلا تخصها. كل اللي خدته منهم كان تجاهل وخيانة مسحت كل المنبهات اللي كانت بتفكرها تكلم بنتها، وقررت تعيش لنفسها من النهاردة. في نفس الوقت الشغالة كانت مستنياها تتصل، بس البنت قالت مش عايزة تكلمها، والراجل سافر مع البنت علشان يقابل حبيبته. الست قدمت استقالتها والسكرتيرة ما كانتش مصدقه لأنها تعبت قوي علشان توصل للشغل ده، بس افتكرت إن الراجل قال ملكوش دعوة بيها فسكتت. تاني يوم الست راحت مدرستها القديمة وقابلت الراجل بالصدفة. افتكرت إنه جاي علشان يرجعها. ركبت معاه العربية، لكن شافت رسالة من بنتها لحبيبة أبوها، وساعتها قلبها برد تماما. يوم سفرها الراجل جاب حبيبته الشركة، والناس بقوا يقولوا إنهم شبه المتجوزين. فهمت إن جوازهم كان بس علشان يخبيها. فضلت هادية علشان خلاص هتمشي. طلب منها تجيب له قهوة، ولما دخلت شافته بيحضن حبيبته. وقفت مصدومة. الحبيبة مثلت وهو زعقلها وقال لها تعتذر. رفضت وضربتها بجد، فهددها بالطرد. المفاجأة شالت الكارنيه رميته ومشيت من غير ما تبص وراها.